بحشوة على قد الايد هتعملي احلى صينية جلاش بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة، بحشوة اقتصادية بالشكل الجميل ده اهي، بالشكل ده اهو. هتعملي احلى صينية جلاش من ايديكي والطعم روعة بالشكل الجميل ده اهو. اتمنى الفيديو يعجبكم، كملي معايا الفيديو للنهاية، هتلاقي الوصفة سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد الايد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفتنا على قد الايد بالبطاطس المسلوقه. معانا البطاطس المسلوقه هنقطعها ونسلقها وبعد كده نكمل الوصفه. هنبدا في تقطيع البطاطس بالشكل ده كده. هنسلقها بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. كده انا شطفت البطاطس بالشكل ده كده. نحطها بقى على البوتاجاز. حطيت حله على النار هنحط فيها البطاطس. بسم الله بالشكل ده كده. نحط رشه ملح على البطاطس ونسيبها تتسلق. لبقيه الحشوه بتاعتنا معانا فلفل الوان او المتوفر عندكم اي نوع فلفل، ومعانا قرن شطه احمر، ومعانا قرن شطه اخضر، ومعانا بصلايه صغيره زي دي كده، ومعانا 3 فصوص ثوم. هنقطع الكلام ده كله عشان نكمل بالوصفه. هنقطعه قطع صغيره بالشكل ده كده. الوصفة بتاعتنا النهاردة هتبقى عبارة عن صينية جلاش بالبطاطس على قد الايد، ان شاء الله تبقى سهلة وبسيطة. كده قطعنا الفلفل الاصفر بالشكل ده كده.
هنقطع الثوم بقى. شويه بقدونس كده هنقطعهم، بس هنحطهم على البطاطس في الاخر بالشكل ده كده. البطاطس بتاعتنا اتسلقت بالشكل ده اهي، شايفين اهي اتسلقت خالص اهي. هنهرسها ونستنى نكمل بقيه الوصفه. الطاسه على النار، حطيت فيها ماده دهنيه ونزلت بالبصل بالشكل ده كده. هنخلي البصله تدبل وهننزل ب3 فصوص الثوم اللي احنا قطعناها. كده البصله دبلت، هننزل بالثوم بالشكل ده كده. يطلع ريحه الثوم هننزل بقى بالفلفل بالشكل ده كده. التوابل بتاعتنا بسيطه، ملح وفلفل وشويه كزبره. اللي عايز يحط اي توابل بيحبها يحط بالشكل ده كده. هنزل بقى بالفلفل بالشكل ده وهنديها تقليب. شايفين كمية الحلاوة والألوان تحفة. بالشكل ده كده. هنزل بقى بالملح والفلفل والكزبرة. طبعا هنا الملح مش هنحط كتير لان احنا حاطين في البطاطس ملح بالشكل ده كده. هياخدوا تشويحه وهينزل بالبطاطس، هتبقى احلى حشوه للجلاش، اقتصاديه وعلى قد الايد بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله تعجبكم. هنزل بالبطاطس اللي انا سلقتها قبل كده بالشكل ده. لحد هنا تقدري تحطي لحمه مفرومه او اي حاجه او اي حشوه انت بتحبيها او فراخ، تقدري تحطي اي حاجه بالشكل ده كده. كده حشوه الجلاش اصبحت جاهزه بالشكل ده اهي. حشوه اقتصاديه وسهله وبسيطه. حبه جبنه كده عشان ندلع الامور في البطاطس بالشكل ده كده. وهنديها تقليبه وهننزل بشويه البقدونس اللي احنا قلنا عليهم هنسيبهم في الاخر اهو بالشكل ده كده. كده الحشوه بتاعتنا جاهزه للجلاش اللي هو على قد الايد. اتمنى يعجبكم يا رب بالشكل ده. كل اللي فيها هنسيب البطاطس تبرد شويه عشان الجلاش ما يتقطعش
معانا الصينية اللي هنحط فيها الجلاش، هندهنها بمادة دهنية بالشكل ده كده. بالشكل ده. ومعانا الجلاش انا خدت حبه عشان ما ينشفش، وركنت دول على جنب اهو في كيس، ودول برضو ايه في كيس. هنبدا نلف من هنا ونركن دول على جنب. جبت حشوه البطاطس اللي انا عملتها قدامكم، وحطيت ورقتين جلاش، ورقتين اهمت، وهنلف رول، هنلف كده رول. بس ايه بقى، هنضغط هنا كده بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. بقت بالشكل ده كده. هناخد الرول دوت ونحطه في الصينيه. زي كده. هنظبط ورقتين بالشكل ده كده، نحط الحشوة اللي هي البطاطس. تقدروا تحطوا اي حشوة تعجبكم، بس انا قلت اغير واعملها بطريقة البطاطس بالشكل ده كده. نسوي كده. هناخد ورقتين بالشكل ده كده، هنلف بالراحة كده بالشكل ده كده، زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده كده. حاجة سهلة وبسيطة مش مكلفة. طبعا اللحام ده يبقى من تحت في الصينية، اللي هو دي كده اهو، هتبقى كده. نحطها بقى في الصينية بالطول كده بالشكل ده كده. شايفين؟ هكمل بقى انا الكمية كلها، والاخر هقول لكم هنعمل ايه. هنشربها بالتشريبة بتاعتها اللي هي بيض ولبن، هوريها لكم ان شاء الله في الاخر. صينية الجلاش اهي بالشكل ده اهي. عملنا لها التشريبة بقى بتاعتها. التشريبة عبارة عن ربع كوباية سمنة، بيضة، بيكنج باودر نص معلقة، وكوباية لبن بالشكل ده كده. وعشان زفرة البيض هنحط معلقة خل كده. خليط التشريبة بقى معانا جاهز. هنقطع بقى الجلاش دول قبل ما نسيب التشريب. هنبدأ نقطع كده بالشكل ده كده، التقطيع اللي انت عايزاه. بالشكل ده كده نقطع كل الكمية كلها بالشكل ده كده. قطعنا الصينية كلها كده بقى، هنسقيها بقى بالشكل ده كده.
بالشكل ده كده. بعد كده هندخلها الفرن على الرف اللي في الوسط على درجة حرارة الفرن طبعا بتاعكم اللي انتوا عارفينه، اللي هي 180. هتاخد لها بتاع 20 دقيقة. طبعا هتخلي بالكم من التسوية، لان الفرن طبعا مش زي بعضها، كل واحد عارف درجة حرارة الفرن بتاعه. واطلعها لكم واوريها لكم ان شاء الله تعجبكم. دي صينية الجلاش بالبطاطس بعد ما خرجت من الفرن، طلعت بالشكل الجميل زي كده اهيت، زي ما انتوا شايفين حضراتكم اهيت. طريقة موفرة على قد الايد، اتمنى تعجبكم. ده شكلها اهوت بالشكل الجميل ده اهو. صينية جلاش بحشوة البطاطس والجبنة موتزاريلا، تقدري تحطي اي حشوة تعجبك بالشكل ده اهي. يا رب الفيديو يعجبكم. قطعت لكم منها قطعة بالشكل ده اهي هتطلع. شايفين الجمال والحلاوة اهي. ايه رأيكم؟ اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل الجميل ده اهي. بحشوة سهلة وبسيطة هتعملي احلى صينية جلاش، سواء اذا كانت باللحمة المفرومة او البطاطس او اي حشوة تعجبك او بالجبن، هتعمليها من ايديكي احلى. ده الفيديو بتاعنا النهاردة كده، الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.